النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أول خليفة للمسلمين. هنتكلم عن مين؟ عن أبو بكر الصديق. نسمي الله ونصلي على رسول الله. أول حاجة، أبو بكر الصديق اتولد في مكة. اتولد بعد عام الفيل بسنتين وست شهور. اسمه هو إيه؟ اسمه عبد الله ابن أبي قحافة عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد التيمي القرشي. أمال إيه أبو بكر الصديق؟ أبو بكر لأن هو أول من أسلم من الرجال، والصديق لأنه كان متلازم تصديق النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا لما يسألوه يقولوا له إن يقول محمد هذا أتصدقه؟ يقول إن قال محمد هذا فأصدقه. فسماها الرسول عليه الصلاة والسلام الصديق. أبوه كان اسمه أبو قحافة عثمان بن عامر بن عمرو التيمي القرشي. أما عن أمه فهي أم الخير سلمى بنت صخر بنت عامر التيمية القرشية. تمام. إخواته قريبة بنت أبي قحافة وأم عامر بنت أبي قحافة وأم فروة بنت أبي قحافة. أما عن زوجاته فهو اتجوز 4 زوجات. زوجته الأولى كان اسمها قتيلة بنت عبد العزة. تمام. واتجوز كمان أم رومان بنت عامر وأسماء بنت عميس وحبيبة بنت خارجة. أما عن أولاده فهو خلف 6 أولاد، 3 ولاد و3 بنات. ال3 ولاد عبد الرحمن وعبد الله ومحمد، وال3 بنات هما أسماء عائشة أم كلثوم. أسماء اللي لقبت بذات النطاقين لما شقت النطاق بتاعها عشان تغطي الطعام وتروح بيه للرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق لما كانوا في الغار، فلقبها الرسول عليه الصلاة والسلام بذات النطاقين. تمام. كان أبو بكر الصديق ده في الجاهلية كان من أغنياء قريش، ولما الرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليه الإسلام وافق على طول، لأن الرسول أصلا كان ملقب بالصادق الأمين. هو كان عارف الرسول كويس جدا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تمام. هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة وشاهد مع الرسول جميع الغزوات وحارب معاه في جميع الغزوات. تمام. لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام مرضه الأخير، طلب منه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يؤم الناس ويصلي بيهم جماعة أثناء مرضه. وقبل ما يموت عليه الصلاة والسلام طلب من أبو بكر الصديق هو تولية الخلافة، وهو كان أول خليفة للمسلمين. تمام. الرسول عليه الصلاة والسلام اتوفى امتى؟ اتوفى يوم الاثنين 12 ربيع الأول سنة 11 هجريا. طبعا احنا عارفين ان الرسول عليه الصلاة والسلام محجش غير حجة واحدة، وهي حجة الوداع، كانت سنة 10 هجريا. تمام. لما توفى الرسول عليه الصلاة والسلام بايعوا أبو بكر الصديق بالخلافة. فعمل إيه أبو بكر الصديق؟ آه قام بإدارة شؤون الدولة وعين الولاة وعين القضاة. وفي الوقت ده لما الرسول عليه الصلاة والسلام اتوفى، ساعة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت الناس مصدومة جدا إن الرسول عليه الصلاة والسلام اتوفى. وهنا برغم حب أبو بكر الصديق للنبي، وبرغم إن هو شديد الحب ليه وإن هما كويسين جدا مع أصحاب وإخوات جدا مع بعض، كان الناس مصدومة. جه أبو بكر الصديق ونادى في الناس وقال لهم: من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الموقف ده كان صعب جدا على الصحابة وقتها وفاة النبي، بس أبو بكر الصديق اتعامل مع الأمر وحب إن هو يرجع، يعني إيه، يرجع الناس لعقلها، لأن هم كانوا مسلمين جدا على وفاة النبي. فبعد كده لما تولى إدارة الجيش، حصل بعد وفاة النبي إن في قبائل كانوا في الإسلام ارتدوا عن الإسلام. فعمل إيه أبو بكر الصديق؟ بعت جيوش لقتال المرتدين. تمام. وحاربهم حتى رجعهم لراية الإسلام ويبقوا إن هم تحت الحكم الإسلامي مرة تانية. تمام. وعمل إيه كمان؟ لما أنا حروب الردة، وبدأ أبو بكر الصديق بعد ما أنا حروب الردة عمل إيه؟ بدأ إن هو يوجه الجيوش الإسلامية لفتوحات تانية. زي مين؟ فتح العراق وبلاد الشام، فتح معظم العراق فيها وجزء كبير من أرض الشام. وبعد كده اتوفى أبو بكر الصديق. اتوفى أبو بكر الصديق إمتى؟ يوم الاثنين 22 من جماد آخر سنة 13 هجرية. وكان عمره كام سنة؟ كان عمره 63 سنة. رحم الله أبا بكر الصديق. تمام. نتعلم من ده إيه؟ إن تقوى الله وتقوى الله، وإن حب رسول الله. أنا عايز أقول لكم على حاجة: أبو بكر الصديق كان من أشد حب للرسول عليه الصلاة والسلام.
تمام. في ناس من العشر المبشرين بالجنة قبل إسلامهم كانوا من أشد أعداء للإسلام وللنبي عليه الصلاة والسلام. زي مين؟ زي عمر بن الخطاب، خالد بن الوليد. تمام. كان عمر بن الخطاب كان من أشد الأعداء النبي، وكان ضد الإسلام. ولما عرف بالإسلام وكان رايح للرسول عليه الصلاة والسلام، لما عرف مكانه في دار الأرقم بن أبي الأرقم، كان رايح للرسول وكان ناوي على الشر. فجه واحد قابله في الطريق، فقال له أختك نفسها أسلمت، فراح لأخته وصفعها على وجهها. ولما طلب منها إن هو توري له القرآن، اخته ما رضيتش، قالت له لازم تتوضى الاول. قال لها اتوضى عشان امسك ان هو ايه اللي بيبقى كان زمان تقريبا على جلد او على حاجه القران كاتبينه، طبعا ما كانش فيه ورق. فقالت له ايوه